السلام الله عليكم متابعي قناه فراس صالوني، تحيه طيبه لكم جميعا. في هذا الفيديو ان شاء الله غنحاول نشارك معكم الطريقه اللي كنخيطوا بها مثل هذا المخاد هذا. والمخده اللي غنخيطوا غتكون في قياس ستوندار، يعني في العبار ديالها 70 سنتي. بالنسبه لهذا الفيديو هذا خاص بالمبتدئين في مجال الخياطه. بالنسبه للثوب اللي غيكون الوسط غادي نخدم في هذا المخاد هذا بهذا الثوب هذا. كناخذ الثوب اللي عندي وكنطوي العرض ديالو على زوج. فاش كنطوي الثوب اللي عندي على زوج كناخذ في الطول ديالو متر 12 سنتي. متر 12 سنتي اللي قطعت دابا كتعطيني الوجوه ديال 3 المخاد. كناخذها وكنقسمها على 3 بهذا الشكل هذا، وهكا كنحصل على الوجوه ديال 3 المخاد. وبالنسبه للناس اللي عندهم غير قطع ديال الثوب وبغا يفصلوا منهم هاد الوجوه هذا، كناخذوا قطعه اللي في القياس في العرض ديالها 48 سنتي على متر 12 سنتي، كيكون وجه ديال المخده. وبالنسبه للثوب الثاني اللي كناخذ زيادات منه، بالنسبه ليه حتى هو كناخذ الثوب وكنطوي عليه جوج، يعني العرض ديال الثوب كنطوي عليه. بالنسبه للعرض ديال الثوب غالبا كتكون فيه متر 40 متر 44 سنتي على حساب كل ثوب والقياس ديالها. من بعد ما كنطوي الثوب اللي عندي على جوج كناخذ في الطول ديالو حتى هو متر 12 سنتي. هذا غادي ناخذ منه كيف ما قلنا الثوب ديال الزيادات. من بعد ما خديت متر 12 سنتي كنقطعها وكنزينو كناخذ 15 سنتي. بالنسبه لهذا القياس اللي عندي هنايا احسن قياس في مخده ستوندار كتكون 15 سنتي. كاين اللي كيقطع 16، كاين اللي كيقطع 18 على حساب كل واحد والخياطه ديالو. بالنسبه للزيادات كل متر 12 سنتيم كتعطينا الزياده ديال 4 المخاد. بالنسبه للاول كيعطينا الفاس ديال 6 المخاد الوجوه ديال 3، وبالنسبه للزياده كيعطينا الفاس ديال 4 المخاد. كتقدر تعرف شحال من مخده عندك وتعرف شحال ديال الثوب غادي يخصك. هكذا كنكونوا حصلنا على قطع اللي في القياس ديالها 15 سنتيم على متر 12 سنتيم. دابا غندوزو للمرحله ديال الخياطه. بالنسبه للمرحله ديال الخياطه كناخذ القطعه اللي خدينا ديال الوجه الكبير وكنلصقوا معاها، كنخيطوا معاها القطعه الصغيره، كنطويوها بنفس الطريقه وكنخيطوا الخياطه الاولى عاديه. نقدر نزيد خياطه ثانيه في الوجه، هذه كتبقى اختياريه، يعني الا بغيتي تزيدها تزيدها، ما بغيتيش ما تزيدهاش. كتزيد واحد الخياطه ثانيه هنا من جهه كتعطيك خياطه مزيانه ما كتقطعش مع المده، ومن جهه اخرى كتعطيك واحد الخط باين ديال الخياطه. هذه كتبقى اختياريه. كناخذ القطعه الثانيه ديال الثوب وكنخيطها في الجهه الثانيه بنفس الطريقه، حتى هي كندير لها الخياطه الاولى ديالها وكنزيدها خياطه ثانيه. من بعد ما كنسالي الخياطه ديال الجناب كناخذ المخده اللي عندي وكنطويها على جوج. هكذا غنكون وصلت للمرحله باش نخيط السلسله. كنحاول نخيط واحد 5 سنتيم من هاد الجهه و5 سنتيم من هاد الجهه الثانيه، وغندوزو باش نركبوا السلسله. بالنسبه للسلسله التركيب ديالها راه ساهل. كناخذ المخده كيف ما هي، يعني الجهه اللي غنركب فيها السلسله هي هذه، وكنحاول هاد الجهه اللي عندي هنا كنطويها بهاد الطريقه هذه.
بالنسبه للطريقه ديال التركاب ديال السلسله، راه كاينين 3 طرق تقريبا حتى ل 4 طرق ديال التركاب. هذه هي احسن طريقه بالنسبه لي انا، تقدر تخدم باللي عجبك. كناخذوا السلسله اللي عندنا وكنحطها مقلوبه، هذا هو الوجه ديالها، كنحطها مقلوبه. مادام المخده عندنا مقلوبه يعني حتى السلسله غتحط مقلوبه. كنبدا الخياطه، كنحاول ندير واحد الطاويه في الثوب اللي عندي. الطاويه تقريبا راه كتجي مقاده مع الخياطه اللي خيط. هذه هي الطاويه اللي كندير، كنحط فوق منها السلسله وكنخيط. فاش كنوصل للجهه الثانيه ديال السلسله، كناخذ الجهه الثانيه ديال المخده، كناخذ القياس اللي بغيت وكنقطع. من بعد ما كنقطع كنجيب القفل باش نركبو. هذا هو القفل ديال السلسله. كنفتح السلسله واحد شويه وكنحاول نركب القفل ديالي بهذه الطريقه هذه. هكا كيركب، كنحاول نفوتو الصباط ديال الماكينه وكنفتح السلسله صافي، وكنكمل الخياطه ديالي عادي. يعني كنوصل حتى للقنت وكندير واحد الخياطه هنا مضوبله وكنقلب الجهه الثانيه. من بعد ما ركبنا السلسله ديالنا كتجي في هذا الشكل هذا، كتكون راكبه مزيان. كندوز باش نخيط الجوانب ديال المخده، كناخذ على الحد ديال الخياطه وكنقاد الثوب ديالي بحال هذا الشكل هذا وكنخيط. هكذا غنكون كملت الخياطه ديال المخده اللي عندي. غنحاول نقلبها. اهم حاجه فاش تبغي تقلب المخده هي القنيتات ديالها يخرجوا مزيان، هذه هي اهم حاجه في المخده. كنقلبها والقنت ديالها كنخرجها مزيان بالاصبع ديالي. نفس الشيء كنديروا القنات كاملين، وهكا كنكون حصلت على هذه النتيجه هذه. بالنسبه للعماره ديال المخده، انا عندي العماره واجده، غنحاول نلبسها ونشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش. وهكذا غنكون وصلنا على هذه النتيجه هذه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم والشرح يكون واضح ومفهوم. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو.